وانا بغلي اللبن لقيته قطع مني، راب خلاص، طبعا هيترمي. اتصلت بماما قلت لها يا ماما اللبن راب، اعمل ايه؟ ارميه؟ قالت لي لا طبعا، ده انت عندك كنز في بيتك، ازاي ترميه يا بنتي؟ قلت لها طب اعمل بيه ايه؟ قالت لي اعمله رقاق طري. ايه الرقاق الطري ده يا ماما؟ قالت لي هتجيبي شويه دقيق على شويه على ذره ملح على اللبن اللي راب منك، وهتعملي منه احلى رقاق طري. شايفين؟ شايفين الجمال؟ شايفين طري ازاي؟ وكل ده سويته على الطاسه من فوق من على البوتاجاز، ولا شغلت الفرن ولا شغلت اي حاجه. شايفين اللون والجمال اهو. انت لو عندك اللبن قطع في بيتك ده كنز، ولا ترجعيه للراجل ولا ترميه، استخدميه في اي حاجه كده، واعجني اي عجينه هيطلع معاكي بالشكل الجميل ده واللون ده. وكل ده بصوا لسه حتى كمان ايه قابب ازاي، كل ده من على البوتاجاز من فوق، ما خدش معايا ساعه. يلا قومي تشجعي واعمليها لو عندك لبن قاطع ولا اي حاجه، او اعمليها من غير لبن قاطع عادي يعني، طعمها جميل ورائع.